اهلا بيكم في قصص واقعية مع شيماء. قصة النهاردة او حكاية النهاردة اللي ازاي الزوج يحترم مراته، لان احترام مراته من احترامه، بس قليل قوي قوي اللي يعرفوا الموضوع ده. بتقول ايه؟ انا متجوزة بقالي سنين كتير، ومن اول يوم جواز وانا بحاول اكون كويسة مع اهل جوزي، وعمري ما حبيت اعمل مشاكل، وعمري ما حبيت احط جوزي في موقف يختار بيني وبين اهله. وحماتي في البداية كانت كويسة معايا، وانا كنت بحاول اراضيها على قد ما اقدر، ولكن مع الوقت بدأت احس بحاجات غريبة. يعني كنت كل ما اروح عندهم احس ان انا موجودة، بس انا مش من العيلة. يعني لو في كلام بينهم يقوموا ساكتين، ولو في خروجة عائلية اعرف بالصدفة، واعرف كمان اخر واحدة. وكنت دايما بقول لنفسي يمكن انا حساسة زيادة، يمكن مفيش حاجة. لحد في يوم حصل موقف خلاني اراجع كل حاجة. في يوم جوزي كان قاعد في البيت وفجأة تليفونه رن. كانت حماتي، وسمعته بيقول حاضر يا ام، وبعدها سكت بشوية وقال لها تمام، الغدا بكرة حاضر. ولما قفل سألته مين؟ قال لي عادي، دي امي. قلت له خير؟ قال لي عزمني على الغدا بكرة. ابتسمت وقلت له طيب ماشي، نروح سوا. سكت. قال لي لا، هي عزماني انا لوحدي. اتغيرت ملامحي. يعني ايه عزمك انت؟ قال لي يعني الغدا عائلي، اخواتي كلهم. انا هنا ما ردتش، بس جوايا اتكسرت. قلت له طب وانا؟ قال لي انت مالك، ده قعده عائليه. الكلمه دي وجعتني. قعده عائليه؟ قلت له هو انا مش من العيله؟ سكت شويه. قال لي انا مش همنعك، بس بصراحه انا زعلت. قال لي انت زعلتي ليه؟ قلت له عشان لو امك عازماك على الغدا انا مراتك، من الطبيعي اللي اكون معاك. قال لي يا ستي اخوتي كلهم هناك، يعني ايه المشكله؟ المشكله اللي انت شايف ان وجودة اصلا مش مهم. قال لي انت مكبره الموضوع. ودخلت اوضتي وقعدت اعيط. وفي اللحظه دي انا افتكرت مواقف كتير حصلت. مره كانوا بيتجمعوا وانا اعرف بالصدفه، مره يخرجوا وانا اخر واحده تعرف. مره حماتي كانت بتحكي حاجه لجوزي حصلت في البيت، واول ما دخلت سكت. يمكن المواقف دي لوحدها بسيطه، ولكن لما بيتجمعوا فوق بعض بيعملوا وجع كبير. وتاني يوم جوزي لبس ونزل. قلت له هتروح لوحدك؟ قال لي اه. طيب اعمل لي خاطر وما تروحش من غيري. قال لي انت عاوزه تعمله مشكله؟ لا انا بس عاوزه احس ان انا مراتك ومن العيله. قال لي ام عزماني انا واخواتي كلهم هناك. قلت له خلاص روح. وفعلا خرج. وفضلت انا في البيت. ولكن اللي ما كنتش اعرفه ان ده مش غدا بس، لا، ده بعد حوالي ساعتين جوزي رجع ودخل البيت، بس وشه كان متغير. قلت له مالك؟ قال لي مفيش. قلت له لا في حاجه. قال لي امي سالتني عليكي. انا قلبي دق جامد وقلت له قالت ايه؟ قالت هي زعلت اللي انا عازمك انت لوحدك. قلت له طب وانت قلت لها ايه؟ قلت لها لا، هي اكيد فهمت الموضوع غلط. وبعدين اخوته كلهم كانوا قاعدين والكلام اتفتح. قلت له اتفتح ازاي؟ وهنا بدأت اللي احس اللي فيه حاجة هو مش عاوز يقول. جوزي انت مخبي عني حاجة؟ قال لي لا مفيش. وقربت منه وقلت له انا مش زعلانة من الغداء، انا زعلانة من احساس اللي انا غريب. وفجأة قال كلمة انا عمري ما توقعت اللي انا اسمعها. قال لي يمكن فعلا انت مش لازم تتدخلي في كل حاجة تخص عيلتي. وقتها بصيت له وانا مش مصدقة اللي هو بيقول. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اهلي لهم خصوصيتهم. قلت له انا مش من اهلك. سكت. والسكوت دوم كان اصعب من الاجابة. وبدأت فعلا اراجع نفسي واقول انا فعلا كنت بطلب حق مش حقي، ولا كنت بفرض نفسي على ناس هم مش عاوزيني، ولا المشكلة كلها كانت من طريقة جوزي. والأصعب من ده كله إن بعد كام يوم سمعت بالصدفة مكالمة بين جوزي ووالدته، وهي بتقوله المرة الجاية بقى هاتي الولاد معاك. وهو رد وقال لها حاضر. وقتها فهمت اللي حصل على الغدا ده ما كانش صدفة. وفعلا بدأت الأسئلة كتير في دماغي. أقول أسكت ولا أواجه حماتي وجوزي،
واقول لهم ان كرامتي مش حاجة بسيطة اللي انا اتنازل عنها. فانا مش عارفة اعمل ايه. بصي، هو الغلط على جوزك، وانت ما تفرضش نفسك على حد. اللي عاوزني اعوزه واحبه واحترمه، واللي يقلل مني ما يهمنيش، كأنه مش موجود. احسن اهم حاجة في الواحد الاحترام. حد غلط فيكي، حد ما قدرش وجودك، حد ما بيحبكيش، يعني مش عارفة اقولك، يعني كأنه مش موجود، هوا. اهم حاجة الاحترام، واهم حاجة كرامتك. هي مش عاوزاكي، انت ما تعوزهاش. حتى لو هي كلمتك وقالت لك تعالي، ما تروح لهاش. انت واحدة ما قدرتنيش من البداية، انا بعتبرك زي اهلي، انت ما اعتبرتنيش زي ولادك اللي انت بتعزمه. وجوزك هو اهله ما احترموش مراته، هيحترموه؟ هيغلطوا فيه. لان الواحد لما يحافظ على اولاده وعلى مراته، لو هي بقى ما غلطتش، يعني في ناس ستات اقولك بيغلطوا، بيعملوا مشاكل، بيقيموا اجوازهم، حاجة بسيطة ممكن تكبرها وتعملها حوار. اقولك ساعات ممكن تجنب، بس هي تبقى موجودة بس هنتجنبها عشان مشاكلها كتير بتوقع الناس في بعضها. بس لما تبقى واحدة محترمة وبتحب اهله وبتقدرهم وما تلاقيش كل ده، يبقى انت ما تقدرش حد، ما تحترميش حد. كل حاجة سؤال على قد الجواب. حتى لما يجي في خروجات عائلية ما تخرجيش. لما انت يقولولك انت اخر واحدة، يعني كل الناس تبقى عارفة وانت اخر واحدة وتعرفي بالصدفة، لا ما تخرجيش. انت ما شفتيش تقدير. حافظي على كرامتك علشان غيرك يحافظ عليها. والعيب كله من جوزك. لما مامته تكلمه وتقوله تعال انت لوحدك، هو كان مفروض كراجل يقول لها لا، انا مراتي احترامها من احترامي، تقديرها من تقديري. لو انت بتحبيني هتحب مراتي، لو انت بتقدريني هتقدري مراتي. اكتر واحد اللي بيخلي الاهل يحبوا بعض، الزوجة واهله، هو الراجل. لو عرف يعدل بينهم، يحتوهم الاتنين، ما يخليش يبقى فيه مشاكل. حتى لو في مشكلة احنا ممكن نحلها وتبقى بسيطة بكلمة اسف او ما تزعليش، الموضوع بيتحل، النفوس بتصفى. بس لما واحد عارف الصح من الغلط وعاوز يريح دماغه، يبقى هو غلطان. وانت اقعد تقول لجوزك اسكت انا او اهلي، لان مفيش واحد ما ينفعش يبقى في وجه مقارنة، وممكن انت اللي تخسري لما تقوله انا او اهلك. احسن الاهل مش هيعرف يعوضهم، امه، ابوه، اخته، اخوه مش هيتعوضوا. ممكن يقولك ايه، لا انت عاوزة تمنعني عن اهلي، هما ممكن يتعوضوا بس انت عادي. هما ما يتعوضوش بس انت ممكن عادي اجيب غيرك. ما توصليش لنفسك في نقطة الاختيار. الراجل الحكيم اللي عاوز يحافظ على بيته وعلى اهله ويبقى حلو وعايش عيشة محترمة، هيعرف يحتوي الكل، مش هيرضى يزعل حد، ويتكلم مع مامته باحترام. بس انت لما تلاقي حد ما قدركيش، لا ما تقدرهوش، ابعد عنه. وما تلومش حد ولا تقوله انت عملت. انت ممكن تقعدي تتكلمي معاه وتقوله ما ينفعش، لان انت ما تحترمنيش، وانا من عيلتك، انا ام اولادك، انا بيتك. يعني تتكلم معاه باحترام وتفهميه اللي ازاي الواحد يقدر يحافظ على اهله، اللي يقدر ما يعملش مشاكل. انا زعلت من كذا وكذا، فلو سمحت بلاش تعمل كذا. لو هو فعلا بيحافظ عليك وبيحبك، هيتكلم مع اهله ويقول لهم لا، ده مراتي، زي ما انت عاوزين اهلي مراتي تحترمني، تحترمكم وتقدركم، انتوا لازم تحترموا مراته وتقدروا. كل ده هيتغير. بس لو هو كده هيفضل طول عمره كده ومش هيتغير. لو انت بعد ما اتكلمت معاه، وهتفضلي تعيشي اللي انت واحدة شخص غريب. والقرار ده من عندك بعد ما تسمعي منه وتشوفي تصرفاته. هتقدري فعلا تكملي معاه بالوضع دون، ولا هتسيبيه وتدوري على حد يقدر يحترمك ويحافظ عليكي ويقدرك.
إذا كان هو أو أهله.